أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حاسس إن الدنيا سودة قدامك، دايما بتقول مفيش فايدة، كل شيء راح. حاسس إنك هتتخنق من الجو اللي انت عايش فيه، بتقول كل ما حاول أفشل، أنا فعلا صدقا مش كلام فاضي، أنا فعلا مش نافع. ودايما حاسس إن الأمور إلى أسوأ. يمكن بتقول بلاش تقولولي ده يأس وإحباط، دي لحظة صدق مع النفس، أنا فعلا وحش وطريقي مقفول، لو كنت صادق ما كانش حصل لي كل ده. احنا فعلا ما نستحقش النعمة اللي ربنا ادهلنا، احنا جيل الاستبدال، مش ممكن نكون جيل النصرة والتمكين. انسى يا سيدي، العينة بينة والواقع فاضح. نفسي مرة احس ان ليا لازمة في الدنيا. كل الجداول اللي عملتها في حياتي دايما بتفشل، دايما اختياراتي خاطئة، لا الالتزام ولا الدين نفع معايا، لا رمضان ولا العمرة نفعت معايا، حتى الجواز والأسرة طلعت مقلب كبير. نفسي ارتاح، يا ريت اموت اخلص من الدنيا واللي فيها وانا اهمس في اذنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأقول لك يا صاحب الكرب، إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد الكرب ميسرة، لا تجزعن فإن الكاشف الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله مالك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. تعالي نعيش مع موضوع اليأس ونشوف طريقة عملية لإحباط الإحباط. اليأس ده قتال، وأنا جاي أقول لكم تعالوا نرفع شعار لا لليأس، نحبط فعلا الإحباطات الكتيرة اللي احنا عايشينها. اليأس أعظم داء وأكبر كبيرة بعد الشرك. تتصوروا كده؟ تتصوروا إنه لا القتل ولا الزنا ولا الربا ولا كذا وكذا من الموبقات أخطر من اليأس. كلام العلماء القرطبي وابن حجر الهيتمي بيقولوا كده، بيقولوا إنه في الترتيب رقم 1 الشرك، طبعا في ترتيب الكبائر أعظم شيء الشرك، يليه الإياس من روح الله، إنك تيأسي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رقم 3 القنوط، وهقول لكم إيه الفرق ما بين اليأس وما بين القنوط. رقم 4 الأمن من مكر الله، إنك تبقى مغرور. ويجي بعد كده بقى أمور ترك الصلوات والقتل ومن الكبائر. هل تتخيلوا إن أعظم كبيرة بعد الشرك هي اليأس؟ عارفين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وذكر ابن أبي حاتم والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل ما الكبائر، فرتب الترتيب ده، قال: الشرك بالله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله، هذه أكبر الكبائر. وأيضا
ذكر ذلك عن سيدنا ابن مسعود كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه. اليأس دايما يؤدي إلى سوء الحالة جسديا نفسيا إيمانيا. انت بتضيع نفسك. اليأس مش حل. اليأس يؤدي إلى ما هو أسوأ منه. الأطباء بيقولوا اليأس يؤدي إلى انخفاض الكورتيزون في الدم، والغضب يؤدي إلى ارتفاع الإدرينالين في الدم بنسب كبيرة، فالإنسان يصير مستسلم للغضب والقلق والأرق واليأس، فيبقى فريسة للأمراض، ويبقى فريسة للآفات، أمراض ملهاش علاج إلا الحب، التفاؤل، التسامح، حسن الظن بالله، التوكل على الله. كده تحطم هذا اليأس. اليأس أنواع، في يأس مطلوب وفي يأس مذموم. اليأس المطلوب أن تيأس مما سوى الله من الخلق، ما تبقاش مؤمل من أي حد حاجة. هي دي مشكلة من المشاكل، إن أنت مستني من مراتك كذا، ومستني من ولادك كذا، وانت مستنية من والدك كذا، إن احنا مستنيين من الناس شيء، على إن ده يخالف توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن أبي أيوب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. ما تستناش من حد حاجة، ما تطلبش من حد حاجة، ايأس من كل شيء سوى الله عز وجل. لو عملنا كده يبقى هو ده البلسم لمعالجة الإحباط واليأس والمشاكل اللي بتعترينا في الزمن ده. اليأس المحرم هو إن الإنسان ييأس من رحمة ربنا، أو ييأس إن وضعه ده هيتغير، ويقول: يا جماعة أنا عارف والله العظيم أنا مش يائس من رحمة ربنا ولا حاجة، أنا بقول أنا وحش، أنا إنسان ما استحقش، أنا فيا البدع، أنا فيا الآفات، أنا جربت مع نفسي كل الكلام اللي بيقولوه المشايخ والكلام اللي بيقولوه الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وكل الكلام ده مش نافع معايا، أنا خلاص ما بقاش ينفع معايا أي حاجة، مش هيتغير الحال، هعيش كده وهموت كده وعمر ما في حاجة هتتغير، الوضع هيستمر على ما هو عليه. هو يائس من تغيير الأوضاع، أو يائس من زوال ما ألم به، إنه خلاص المرض ده ملوش علاج، هو مرض مستعصي والأطباء بيقولوا ملوش علاج، يبقى خلاص ما فيش فايدة. هو الذنب ده هيقعد يطاردني طول عمري ومش هعرف أخلص منه، أصل أنا مدمن الذنب الفلاني ده بقالي 10 سنين، بقالي 15 سنة، ده أنا من أيام ما كنت كذا وأنا بعمل ده. تلاقوا الكلام ده بين الشباب كتير قوي، في إدمان العادة السيئة، في إدمان المواقع الإباحية، في إدمان العلاقات المحرمة، في خلاص ده شيء ما أقدرش أقول إن أنا هعرف أخلص منه، عملت محاولات كتير قوي عشان أخلص منه وما بخلص منه. إنه ييأس من نصر الله عز وجل، الأفق مسود، هات لي بارقة أمل، هتيجي منين دي؟ طيب يعني اديني عقلك، بلاش كلام المشايخ اللي هو كلام الدرواشة، لا أنا عايز كلام واقعي، اديني بخطوات عملية، بتصور يدخل دماغي، ازاي يحصل نصر؟ ده كل حاجة بتقول عكس كده تماما. هو ده اليأس المحرم، هو ده اليأس الذي لا يجوز للمؤمن، انك تيأس من الرزق، انك تيأس من وجود شيء فقدته، انك تيأس من عافية عند مرض، انك تيأس من ان ربنا يغفر لك ذنب. وتيجي التوجيهات النبوية والتوجيهات الربانية عشان تغير عندنا القناعات السلبية تماما، فيجي النهي عن اليأس بسبب الفقر أو بسبب حلول المصائب. وإذا أذقنا
الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويجي التوجيه الرباني إنه مفيش حاجة اسمها يأس مهما كانت الذنوب، مهما كانت العيوب، مهما كانت الآفات. قل يا عبادي الذين أسرفوا، اللي أسرفوا يا رب مسميهم عبادك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما كانت الذنوب، مهما كانت العيوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويجي التوجيه النبوي ما تيأس من الرزق أبدا، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يبقى بطاعة ربنا ستتحقق الأرزاق حتى ولو تأخر الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنتي خالد بن الوليد كانت تسمى حبة وسواء. بنت سيدنا خالد كانت بنت اسمها سواء وبنت اسمها حبة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما. طول ما فيك نفس، طول ما انت على قيد الحياة لا يأس مع الحياة. هو ده لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله عز وجل. الحديث رواه ابن ماجه والبصيري في الزوائد قال إسناده صحيح، وقال فيه سلام ابن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات. فلا ينبغي لنا بأي حال من الأحوال أن نيأس، لا عند نزول بلاء ولا فقر ولا مصيبة ولا عند كثرة الذنوب ولا عند تخلف رزق من الأرزاق. اليأس المحرم إن احنا نيأس من رحمة ربنا أو من تغيير أوضاعنا أو من زوال ما نزل بنا من مشاكل. والله هتتغير بحول الله تعالى وقوته، هنتغير. الفكرة نفهم الرسائل عن ربنا سبحانه وتعالى، لا لليأس، لا للقنوط، لا لسوء الظن بالله تبارك وتعالى. ابن حجر رحمه الله قال لنا الفرق بقى. ايه الفرق ما بين اليأس والقنوط وسوء الظن؟ قال اليأس هو أول الأمر إن الإنسان يرى عدم جدوى، خلاص مفيش أمل، افتقاد الرجاء، افتقاد الأمل. قال القنوط يزيد شوية، إنه يبقى مصمم على عدم وقوع الرحمة له. الإنسان القانت لما بنيجي نقول له ما تيأس من رحمة ربنا، يقول له يا جماعة والله العظيم عارف إن ربنا أرحم الراحمين، بس أنا دي أشكال ربنا ما يرحمهاش. مش أنا، أنتوا مش عارفيني، أنتوا مش عارفين أنا عامل إيه، سيبكوا بس من الكلام ده. فهو يصمم على عدم وقوع الرحمة له عشان شايف إن هو أسوأ خلق الله. عشان كده دايما نقول لليائس ده يا سيدي أنت أسوأ خلق الله، يا ستي أنت فيك البدع كلها، ماشي اتفقنا. أنت أهل إيه؟ أهل الذنوب والمعاصي والمنكرات، وربنا أهل إيه؟ أهل التقوى وأهل المغفرة. خلصت المشكلة. أنت قولي في نفسك اللي أنت عايزة تقوليه، وأنت قول في نفسك اللي أنت عايز تقوله، لكن اوعى
تقول إن رحمة ربنا لن تنزل بي، اوعى تحجر واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى القنوط مع تصميم على عدم وقوع الرحمة له، والكلام ده شاهده في القرآن: وإن مسه الشر فيئوس. ادي اليأس لوحده قنوط أعلى منه. طيب لو علي عن كده بقى وقال مش بس الرحمة مش هتنزل، لا ده أنا هتعذب عذاب يمكن أشد من الكفار. أصلا أنا عارف إن أنا منافق، والمنافقين في الدرك الأسفل دول أسوأ عذابا. أنا عارف إن أنا هيبقى عذابي ده أشد من عذاب كذا وكذا وكذا. لو صار كذلك يبقى اسمه سوء ظن بالله. عرفتوا الفرق ما بين الثلاثة يا شباب؟ ما بين اليأس، ما بين القنوط، ما بين سوء الظن بالله تبارك وتعالى. طيب اليأس ده بيحصل ليه؟ اليأس ليه أسباب كتير قوي، منها طبيعة الشخصية. وأنا دايما بحب المعالجات النفسية علشان نفهم أنفسنا، لأنه ده ألف به تزكية وتربية. افهم نفسك، مشكلتك فين؟ مشكلتك إنك شخصية عاطفية. يعني ايه شخصية عاطفية؟ يعني كل حاجة عندك دايما الجانب الوجداني فيها بيعمل عمايله، هو دايما الموضوع مشاعر وأحاسيس. كلمة حاسس، بشعر، دايما تلاقيها على لسانه. الجانب القلبي ده أساسي قوي فيه. الشعب المصري كده، الشعوب العربية عادة الجانب العاطفي زايد عندها. النساء بيغلب عليها ده، عشان كده سريعة الإحباط. فتلاقي شبابنا عنده المشكلة دي. ايه اللي حصل؟ انا كنت في رمضان كويس جدا، انا بفضل الله عز وجل ما سبتش ليلة ما قمتهاش، ده انا بفضل الله جبت 5 ختمات في رمضان اللي فات، جبت 10، انا اعتمرت، انا سويت. وبعدين في ليلة العيد كانت يا ليلة العيد انستيني، كله ضاع. في شوال وقعت تاني، عملت الذنب اللي كنت خلاص تبت منه وقلت خلاص ربنا تاب عليا منه. سريع الإحباط، ولما يحبط مش عايز يعمل حاجة بقى. طب استدرك الفائت، يلا قوم، يلا بسرعة، خلاص اللي فات مات وانتهينا، عملت الذنب خلاص، هنقعد ميتين عشان الذنب اتعمل. قوم استدرك الفائت وشوف تقدر تعمل ايه. لو كنت النهاردة اخفقت في كذا، يلا عوض، يلا بسرعة. لا ما عنديش كده، خلاص بقى ما فيش فايدة. ده بسبب ايه؟ طبيعة الشخصية. فأول سبب من الأسباب طبيعة الشخصية العاطفية، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى حكى عنها في سورة الحج لما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والآخرة. هو أول ما يقع الوقعة دي يقول لك كله ضاع. هو ده اللي ربنا حكى عنه في سورة الفجر لما قالوا: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. أنا ربنا ما يحبنيش، أنا ربنا طردني من رحمته، أنا ربنا لا يراني إن أصلح أن أكون عبد من عباده، أنا ما انفعش. هو ده طبيعة الشخصية العاطفية اللي هي عندها مصيبة سرعة الإحباط واليأس. 2 من أسباب اليأس ضعف اليقين. ضعف اليقين، فيش ثقة في الله كما ينبغي، ما فيش يقين في الله كما ينبغي، ما فيش ثقة في وعود رب العالمين. رب العالمين لا يخلف الميعاد، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. خلاص يبقى لن يغلب عسر يسرين. لو كان العسر في جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سنة ربنا حين تشتد الأزمات وتتفاقم يأتي اليسر والفرج. يوم الأحزاب حين بلغت القلوب الحناجر وظن الناس بالله الظنون، بعد ذلك كانت مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وبالفعل بعد كده كانت الفتوحات، حتى كان فتح مكة بعد هذه الحادثة ب3 سنوات. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وضاقت البلاد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارتد العرب وأحدق الخطر، ما هي إلا أيام وزال الكرب، وتحول المسلمون إلى فاتحين للفرس والروم، وصار المرتدون بإذن الله بعد ذلك جنود في صفوف المؤمنين. والعبر في التاريخ لا تنتهي. الأمر قد يكون في ظاهره شر، لكن العاقبة
ستكون خيرا بإذن الله. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سراقة ابن مالك يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة أول النهار، عازم على قتله، ويصبح في آخر النهار من جنود المؤمنين. وبعد ذلك يأخذ السوارين يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، ويتحقق ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. بص للأمور، وبص للأمور بعين التفاؤل. تفاءلوا بالخير تجدوه. ما تبصش دايما للأمور من زاوية ضيقة اللي الشيطان بيعملها معاك، إنه يخذلك وإنه يسود الأفق أمامك. خلي عندك يقين في الله تبارك وتعالى. فالسبب الثاني من أسباب اليأس ضعف اليقين. السبب الثالث إخفاقات الحياة. كان داخل في مشروع تجاري وخسر، كان متزوج وللأسف الشديد انتهى الأمر بانفصال وطلاق، فده مسبب له محنة نفسية شديدة. أو هي بعد التجربة دي شايفة نفسها خلاص مطلقة، يعني كل الأمور اسودت الآن، هعيش ازاي وهعمل ايه في مجتمع فيه ما فيه من الآفات، وبعد ما كان عندي زوج آوي إليه، طب خلاص الدنيا اسودت. أو رملت بعد ما كانت بتحب جوزها أسف حدث ما حدث وصارت الآن هكذا. فشايفة الأمور خلاص أخفقت، فشلت، انتهى الأمر تماما. والإنسان ينبغي أنه يبص للأمور بموازين ربانية، يبص على أنه أي إخفاق ظاهري هو نوع من الاختبار والابتلاء، أنه الابتلاء ده من ربنا سبحانه وتعالى فائدته أنه يزيد الإنسان قوة وصلابة. اختبار من ربنا ليرى مني إني فعلا مؤمن راضي بما يقدره لي ربي، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. عارفين الرجل الصالح اللي أغار العدو على تجارته كلها، كان شغال في تجارة المواشي، وراحوا داخلين واخدين كل ما عنده. فجاء الناس اللي شغالين عنده وكانوا مجموعة من العبيد وقالوا له أغار العدو على ما كان عندنا، خلاص خدوا كل حاجة. قال وأنتم عتقاء لوجه الله. فأولاده قالوا له خربت بيتنا. قالوا له أفقرتنا. قال اسكتوا، إن الله أراد أن يبتليني فأردت أن أزيده. ربنا بيختبرني وأنا قلت له وأزيد من كده يا رب راضي، ما عنديش أي مشكلة. فالإنسان اللي بيبص للأمور بهذا المنطق وبهذا التصور يختلف تماما عن إنسان بيشوف إنه الصدمة هي نهاية كل شيء في الحياة، وإنه خلاص انتهت حياته بمجرد أي إخفاق حصل له في حياته. من أسباب اليأس 4 تسلط الظالمين. عارفين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب والحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط وعدي بن حمراء وابن الأصداء الهذلي، وكل دول كانوا جيران للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحدش منهم دخل في الإسلام إلا الحكم ابن أبي العاص. ووصل الحمق والسفة وكل ما تريدون من أوصاف سيئة، إن عقبة بن أبي معيط كان يصنع شيئا سيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وأبو جهل كان وأصحابه يجلسون، فإذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزور، جابوا القذر فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط فجاء به فانتظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. ابن مسعود يقول وأنا أنظر لا أغني شيئا عنه، لو كانت لي منعة مش قادر أعمل لهم حاجة، الناس اللي بتعذب مش قادر أعمل لهم حاجة، مش قادر أدافع عنه، الناس اللي بتقهر وبتظلم مش قادر أعمل لهم حاجة. فجعلوا يضحكون
والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحته عن ظهره ورفع رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق ذلك عليهم وحسوا أنه سيصيبهم من شر ما صنعوا، وسيصيبهم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الظلمة، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل ثأري على من ظلمني. فقال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. ابن مسعود يقول: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في قليب بدر، كلهم بعد هذا ربما بسنوات، لكن أبدا لا يسلط الله الظالم، إنما يمهله، وإذا أمهل الله الظالم ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر، حتى إذا أخذه لم يفلت. فلا تيأس أيها المؤمن ولا تيأسي أيتها المؤمنة، واعلموا أن لكم ربا رحيما يسمع نجوانا وينصر ضعفنا حين يحيط القوم الظالمون. فقط ارفع يدك بإخلاص بصدق، وارفع رأسك نحو السماء حين يشتد البلاء، وقل: يا رب، لعلها تكن في لحظة صدق فترفع شكوى كل المستضعفين في كل مكان، فيأذن الله بالفتح أو أمر من عنده. فمن الأسباب التي توقع الناس في اليأس اشتداد الظلم وتسلط الظالمين. 5 من الأسباب اللي بتوقع الناس في اليأس أنه يرون في الواقع هزيمة أهل الدين وعدم انتصارهم، وللأسف لا يفهمون عن الله السبب. المسلمين ينهزمون لأسباب كثيرة، أهمها المخالفة، الذنوب. ولو تأملنا في حديث القرآن عن يوم أحد ما كان من مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا ممكن يعني نعتبرها مش حاجة كبيرة قوي قوي، أخطاء وخطأ، فالدنيا كلها تتقلب وقرآن يتلى إلى يوم الدين. ليه يعني؟ عملوا ايه المصيبة السوداء؟ خلاص غلطوا في هذا الموقف وممكن نستهين بهذا الأمر، لكن القرآن يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. العز الدنيا هياخد دنيا، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. هي بسبب الذنوب.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أهل الإسلام يتخلف عنهم النصر لما يخالفوا السنن فتصيبهم الهزيمة مهما كان عددهم أو عتادهم، مهما كانت قوتهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لما يغتروا بعددهم زي ما حصل يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما الدنيا وحطمها يشغلهم، لما الكراسي تبقى ليها قيمة عندهم. المسلمين في معركة بلاط الشهداء سنة 114 انتصروا في بداية الأمر انتصارات ساحقة على عدوهم، لكن العدو ترك لهم الغنايم وترك لهم الأموال فطمعوا، فصار همهم المحافظة على الغنائم وضاع الإخلاص، فهزموا شر هزيمة، لأنهم لا ينصرون إلا بالصدق وبالإخلاص، بأنهم لا دنيا في قلوبهم. المسلمون لما يصيبهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت تتداعى عليهم الأعداء حتى يجتمعون عليهم مهما كان عددهم، وساعتها يخلع الله من قلوب هؤلاء الأعداء هيبة أهل الدين، ويقذف الله في قلوب المسلمين الوهن. ليه؟ لأنهم عايزين دنيا، لأنهم يؤثرون الفاني على الباقي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما يتثاقلوا إلى الأرض ويرضوا بالدونية، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. المسلمين يوم ما يتخلوا عن دينهم، يوم ما لأغراض اجتماعية أو لأغراض سياسية أو يتخلوا عن ثوابتهم ويتفرقون وتحت مسمى طواغيت المصلحة. ما هو دلوقتي طاغوت يعبد من دون الله اسمه المصلحة الضرورة يتنازلوا عن أمور من أساس دينهم. حين يصنعون ذلك يظفر أعداؤهم بهم. الحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم أنه عمر لما قدم الشام أتته الجنود وكان يلبس هو إزار وخف وعمامة، يعني لبسه لبس بسيط قوي، فقالوا له يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال، لا ما تلبس اللبس ده، ما ينفعش، البس لك بقى لبس كده يليق بأمير المؤمنين فاتح بلاد الشام. فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نتلمس العز بغيره. المسلمين بيبتلوا ليمحصهم الله، لازم يدخل الناس فرن التمحيص عشان يطلعوا سبيكة خالصة ما فيهاش شوائب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. عشان كده لازم نبقى فاهمين كويس قوي إنه هذه الابتلاءات المطلوب فيها أولا الصبر، والصبر عند الوهلة الأولى مهما ألمت بأهل الدين من مصائب، فعلينا ألا نتعجل ونصير كحال أهل الطغيان ومنعدم الإيمان الذين يتعجلون في الدعاء على أنفسهم
أو الذين لا يتحملون المصائب فربما ينتحرون. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إنما نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها للمرأة التي كانت تبكي عند قبر على ابنها. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما عرفته قالت له أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لازم نفهم سنن ربنا في الكون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، كلنا لله، كل ما فينا لله، كل كياننا لله، كل ذرة فينا لله. إليه المرجع وإليه المآب في كل أمر، في كل مصير. مستسلمين لأمر سبحانه وتعالى وراضين بحكمه سبحانه وتعالى. ومن هنا تبدأ روشتة العلاج. إزاي نعالج اليأس؟ نعالج اليأس أولا بالتسليم لله بما يحدث في هذا الكون. أنا عبد مأمور مدبر، أي يدبر أمري ربي، فكل ما يجري في هذا الكون بقضاء ربي وتقديره. وكل قدر الله خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بلسم إذ قال له ربه أسلم قال أسلم، مستسلم لأمرك يا رب. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بلسم الاستسلام لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني بلسم الرضا. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم كذلك ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. الرضا ده 3 حاجات عشان نبقى كده ونحصل الرضا. قالوا لا اختيار له قبل القضاء. ما تقعدش تقول عايز اتجوز فلانة، ما تقعدش تقولي لا أنا لو ما اتجوزتش فلان حياتي هتتدمر، أصلا أنا متعلقة بيه، أصلا أنا بحبه، أصلا هو ده الإنسان الصالح اللي أنا كنت بدعي ربنا بيه. ما تحطش اختيارات. لما تدعي قول يا رب ارزقني الزوجة الصالحة، لما تدعي قول يا رب ارزقني الزوج الصالح، لما تطلب من ربنا رزق ما تقولش يا رب اديني مليون، قل يا رب ارزقني مالا وافرا طيبا مباركا فيه، عشان تتحقق فيك معنى نعم المال الصالح للعبد الصالح. ما تعرفش المليون دول هيبقوا خير عليك ولا شر عليك، ما تعينش، إنما اطلب الرزق الوافر المبارك فيه. اطلب من ربنا سبحانه وتعالى من غير تعيينات، ما تعينش، ما تقولش يا رب عايز شقة كذا، يا رب اديني كذا، إنما اطلب يا رب من علي بما تحب وترضى، من علي وسع لي في داري على ما تحبه وترضى، وهكذا. لا اختيار له قبل القضاء ولا مرار بعد القضاء. ما خلاص بقى اختيار ربنا، أنا مالي، أنا كنت شايف كذا، ربنا دبر كذا، خلاص مفيش مشكلة. عون بن عبد الله يقول لنا
إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. يعني اللي حصل ده، أنا كنت نفسي يا ريت 10,000 جنيه فاللي جه 2000، لا ده أنا كنت عايز 2000. إذا لم يكن ما تريد، هو كان يريد 10,000، فأرد ما يكون، اللي جه كام؟ 2000، خلاص زي الفل من ربنا، يبقى فيهم بركة إن شاء الله وهيبقوا أحسن من 10 كمان. يبقى كده هكذا يتحقق الرضا. رقم 3 قالوا هيجان الحب في حشو البلاء. يعني إيه هيجان الحب في حشو البلاء؟ يعني لما يحصل بلاء هو جاي من مين؟ المبلي الله، وطالما من عند ربنا حبيبي يبقى كل اللي يجي من حبيبي حبيبي. بس الواحد ساعات بيزعل، ما هي طالما من عند ربنا ما تزعلش. بس ساعات الواحد بيبقى نفسه، ما هو طالما من عند ربنا حبيبك اوعى تزعل، أصله ربنا أحب. فما فيش بقى لا امرأة ولا ابن ولا أب ولا حد من الناس كلها ولا شيء يوازي حب ربنا في القلب. هيجان الحب، أحبه إلى الله أحبه إلي. شفت تعالج إزاي؟ بلسم الرضا. رقم 3 ترياق ودواء حسن الظن بالله. يبقى 1 الاستسلام، 2 الرضا، 3 حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. حسن الظن من حسن العبادة. أنت ظنك في ربنا إيه؟ إن شاء الله هتفرج، وظنك بالتدابير والعقول البشرية إيه؟ إنها سودة. خلاص أنا ظني في الله إنه لن يضيعني. الله أمركم بالدين، الله أمركم بالالتزام بشريعته، الله أمركم أن تطيعوا النبي وإن تطيعوه تهتدوا، الله أمركم بالثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، الله أمركم بالحجاب الشرعي، بالتسنن بسنة النبي وهيئته، اللي النهاردة سهل عليهم قوي يفرطوا، فييجوا يقولوا خلاص مش لازم لحية، مش لازم حجاب، مش لازم صلاة في المسجد، مش لازم. أثبت أحب، أثبت، هذا وقت الثبات. أثبت وأنت متحصن بحسن الظن بالله، إن شاء الله ربنا مش هيضيع. بثبات وحسن ظن هاجر، الله أمرك بهذا إذا لن يضيعنا. ما تبقاش على حال أهل النفاق، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما تبقاش على حال المشركين والمنافقين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. إنما خذ حسن الظن بلسم دائم في حياتك، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رقم 4 غير قناعاتك بالثقة في الله. الآية دي آية عجيبة أوي. الآية دي محتاجة وقفة. اسمعوا كده، ربنا بيقول في سورة الحج الآية 15: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اللي أصابه ضر في فتنة من الفتن، في ابتلاء من الابتلاءات، فعليه أن يثق في الله وقدرته على كشف الضراء، وعلى أنه سيعوضه وسيجازيه. اللي بيفقد البصلة، بيفقد الثقة في نصر الله في الدنيا والآخرة، ويقنط من عون الله له في المحنة، اعمل ما بدالك، اصنع ما تشاء، اذهب بنفسك كل مذهب، فما من شيء من ذلك سيبدل البلاء. اخنق نفسك. الآية بتقول فليمدد بسبب بحبل إلى السماء ثم ليقطع. اشنق نفسك. شوف كده، حليت المشكلة؟ ما حلتش المشكلة. غير قناعاتك بالثقة في الله.
لو شايف المجتمع فاسد والحياة سودة والأفق مظلم، اسمع صيحة القرآن اللي جت في آخر سورة يوسف. سورة يوسف اللي كلها بتحكي ألوان الشدائد، الجب وبيت العزيز والسجن، كل ده يتعرض له يوسف الصديق. وتيجي في الآخر الآية الرقراقة الجميلة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. يا نهار أبيض، الرسل أشد الناس بلاءً، أعلم الناس بالله، وصل بهم الأمر إن هم استيأسوا. انت حاسس بمدلول الآية؟ رسل، ما بتقولش صالحين، ما بتقولش ناس كسائر الناس. الرسل اللي يستطيعون أن يتحملوا ما لا يطيقه غيرهم. أيوة، وصل بهم الحال إلى أنهم رأوا الأفق مظلم تماما وقالوا خلاص كذبنا، مفيش أي بارقة للنصر، كذبنا قومنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله أكبر. يا بلسم القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا الآيات دي محتاجة تتقري كتير. واجب عمل يا شباب الليلة نقرأ سورة يوسف. يلا يا شباب، عايزين ان احنا ناخد الامور بمحمل الجد. نقرأ سورة يوسف في ركعتين نصليها الليلة، ونعيش مع جمال الآيات دي بعد ما سمعت تلال اليأس، إحباط الإحباط، مع خواتيم يوسف بإحساس تاني خالص، وتبقى واثق في نصر الله. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. غير قناعاتك بالثقة في الله رب العالمين. 5. اصنع من الليمون عصيرا حلوا. تعرفوا توماس إديسون؟ كلنا نعرف، مخترع المصباح الكهربائي. تعرفوا إديسون قصته مشهورة في بادئ أمره، إنه ناظر المدرسة قال له أنت يا ابني طفل بليد متخلف عقليا. ليه؟ كل شوية يسأل ويسأل أسئلة ممكن تكون بالنسبة للناظر أسئلة ساذجة. فقال له أنت بليد ومتخلف عقلي، وطرده من المدرسة ولم يسمح له بمواصلة الدراسة. الطفل البليد ده اللي الناظر حكم عليه بالبلادة والعجز سجل 1093 براءة اختراع. احنا عارفين قصة المصباح الكهربائي، بس ما تعرفوش كواليس أخرى عن اختراعات إديسون اللي جعل كلام الراجل الناظر اللي هو الليمون بالنسبة له، المرار، الموقف الصعب، جعله عصيرا حلوا. المدرسة لما حرمته من مواصلة التعليم، أمه بدأت ترى في ابنها إنه بيحب القراية وبيحب المعرفة، فبدأت هي تعلمه وتأتيه بالكتب، وبدأ هو يبقى عنده إصرار عجيب إنه يثبت للمجتمع والأسرته والنفسه والناظر المدرسة إنه مش غبي ومش بليد ومش متخلف عقليا زي ما هو كان شايفه هذا الناظر. وبدأ يعمل تجارب لغاية ما تجاربه في مجال الكيمياء كادت تذهب بحياته، واشتعل المختبر اللي كان بيشتغل فيه، وانتهت الواقعة دي بأنه أصابه شيء من الصمم.
أي صدمة من الصدمات دي تخليه في النهاية يقف. كلام الناظر إنه من بدري يشوفوه غبي فيعيش بإحساس أنا منفعش، إنه يتعرض لابتلاءات زي كده. لكن هذا الرجل هو صاحب براءة اختراع المسجلات اللي بين أيدينا الآن. إديسون هو صاحب براءة اختراع ذلك، وباع اختراع المسجل $40,000 في الوقت ده. كان رقم فلكي، ودع أيام الجوع إلى أنه صار من علية القوم، وبدأ يفتح معامل ومختبرات، وبدأت الشركات والمصانع في أمريكا طول الوقت عايزة تستفيد من تجاربه ومن ما صنع. جراهام بيل اللي كانت عنده فكرة البدايات للتليفون كان وصل إلى أنه ممكن ننقل الكلام عبر التيار الكهربائي، لكن ما قدرش يعمل اختراع يمكن من خلاله تحويل هذا الاكتشاف إلى تليفون. فطلبت ويسترن يونيون من إديسون أنه يعمل المحاولة دي، وبالفعل بعد كده هو صاحب براءة اختراع التليفون بالشكل الأولي اللي بدأت به، وباع هذا $100,000. وبعد شوية كان الاختراع الفذ، اختراع المصباح الكهربائي. ومش بس لمبة يعني عملها والكلام ده هو أول من أنشأ محطة لتوليد الكهرباء، وهو اللي قال من الآن يبدأ عصر الكهرباء. في الوقت ده الناس كلها سخرت منه. عارفين لما قالوا في وقت من الأوقات قبل 10-15 سنة قالوا المحمول في يد الجميع، كان ساعتها المحمول نازل ب5-6,000 جنيه، والناس كلها قعدت في يد الجميع. ايه الكلام الفاضي ده؟ والآن هي كده. الناس اللي بتعرف تصنع من الليمون عصيرا حلوة هم دول الناس اللي بتنجح في حياتهم. إديسون لما قالوا له انت ايه سر نجاحك؟ قال 2% بس وحي وإلهام، و98% جهد واجتهاد. اللي بيتحدى اليأس هو اللي بيستحق أن يصل إلى تحقيق الإنجازات بجدارة. 6، عايزك تكلم نفسك وتكلمي نفسك بإيجابية. عايزين نعيش الحلم الجميل. ساعات كتيرة الكآبة والأحزان والمشاكل النفسية بتغطي علينا وتخلينا شايفين كل حاجة وراء النظارة السوداء. إنما الإنسان اللي يبتدي يهونها على نفسه ويتكلم مع نفسه بطريقة تانية، لا والله بكرة أحلى، لا والله دي بداية النصرة، لا طالما كده فضل الله عز وجل ستثبت الأيام أن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. بس هو ربنا بيمحص، بس هو ربنا بيبتلي، بس هو كده لا يمكن حتى يبتلى. وطالما في ابتلاء يبقى في نصرة، وطالما في ظلام يبقى في فجر. بيكلم نفسه بإيجابية. عارفين قصة 2 مرضى ربنا ابتلاهم بمرض عضال، فكانوا ما يقدروش يقوموا من على السرير، طول الوقت بيبقوا مستلقين على ظهورهم. فواحد منهم كان قريب من شباك والتاني بعيد عن الشباك. طبعا هم قاعدين كده ومش مسموح لهم ان هم يتحركوا نهائيا، إلا صاحبنا اللي جنب الشباك ده بيقوم كل يوم العصر نص قومة كده يبص بصة من على الشباك. إنما التاني كان حالته مستعصية حبتين، فكان أوامر الدكاترة إنه ما يتحركش. وبالتالي هما الاثنين بدأوا يتعارفوا، بس ما حدش منهم شايف التاني. كل واحد منهم بدأ يحس بوجود آخر معاه في نفس الغرفة، فبدأ يكلموا، بدأوا يحكوا في كل حاجة في حياتهم، بيحاولوا إنه يقتلوا الوقت في وقت المرض ده. فبدأ اللي قاعد جنب الشباك يقول له أنت عارف أنا شايف حاجات حلوة قوي. يقول له وصف لي. وكان بتبقى دي أهم وأحلى لحظة بالنسبة للراجل التاني، إنه اللي قاعد جنب الشباك يحكي له عن أوصاف العالم الخارجي.
يقول له الجنينة هنا جامدة أوي ما شاء الله، حاجة كبيرة جدا، أنا شايف قدامي بحيرة وفيها بط بيسبح، وشايف أولاد قاعدين بيلعبوا في المية، وفي واحد مأجر لهم مراكب صغيرة، وشايف الشجر صراحة لونه بديع وجذاب جدا. إلا بقى لما تشوف بقى شمس الأصيل بقى، وتشوف بقى اللقطة اللي ما بين العصر والمغرب دي، والشمس ياه على شكل السماء. الراجل بقى كل يوم يسمع منه الحاجات دي، لغاية ما في وقت من الأوقات افتقدوا، بدأ يكلمه مفيش، لغاية ما دخلت الممرضة وسألها عن صاحبه، فعرف ان صاحبه تعرض لأزمة شديدة وانه مات. بعد كده قال للممرضة، قال لها طب انا دلوقتي ايه اخبار ظهري، انا ممكن دلوقتي اقوم نص قومة؟ قالت له مفيش مشكلة، الدكاترة قالت ممكن. قال لها طب أرجوكي قعديني جنب الشباك. لما راح وجت الساعة اللي هيقعد فيها نص القومة ويبص على الشباك، كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا جدران خرسانة، ومفيش أي حاجة تدعو إلى التفاؤل ولا الجمال، بالعكس. نده على الممرضة وقال لها فين الشباك؟ قالت له هو ده الشباك اللي موجود في الأوضة. قال لها لا، الشباك اللي كان صاحبي اللي مات كان قاعد جنبه. قالت له هو ده الشباك. قال لها طب ده كان بيقول لي إن كان فيه هنا بحيرة، وكان فيه هنا جنينة، وكان فيه كذا. قالت له انت ما تعرفش إن فلان ده كان أعمى، وإنه ما كانش بيشوف حاجة. هو كده كان يجعل لك الحياة سعيدة حتى لا تصاب باليأس فتتمنى الموت. هو كده يا شباب، عيش الحلم الجميل، عيش إحساس إنه بكرة أحلى، حدث نفسك بشكل إيجابي، اتعامل مع نفسك من هذا المنطلق. اوعى تخلي حد في الدنيا يسرق أحلامك. بيحكوا برضو إن مدرس قال للطلبة في الفصل كل واحد منكم يا شباب يكتب نفسه يبقى إيه. فكتب أحد الطلبة إنه نفسه يكون عنده مزرعة كبيرة على مساحة ضخمة، وإنه يربي فيها خيول للسباق، وإنه فالمدرس لما شاف الورقة اداله درجة ضعيف جدا، فقال له يا ابني لازم الحلم يبقى واقعي. انت شايف أمورك، انت راجل فقير وعايش في مستوى اجتماعي صعب، فلما تفكر في حدود الممكن والمتاح. هي كده الطريقة السليمة للتفكير. مرت الأيام والولد طلب منه المدرس تاني انه يكتب ورقة تانية فيها الحلم اللي هو نفسه يكون عليه. قال له هو نفس الحلم، احتفظ أنت بالدرجة وسأحتفظ أنا بأحلامي. الولد ده مرت الأيام وصار يمتلك أكبر مزرعة في البلد على مساحة شاسعة من الأرض، وربى فيها خيول السباق، وصار عنده مئات من مربي الخيول، وصار يقول كلمة صارت مثلا سائرا في الناس: لا تدع أحدا يسرق حلمك، لأنك لن تكون فريسا لليأس. ليه؟ لأنك ستحبط الإحباط. يا شباب، باب التوبة مفتوح من الذنوب، مفتوح للعبد ما لم يغرغر. يا شباب، حمس نفسك وفكر نفسك بأن رحمة ربك تسبق غضبه، بأن ورحمتي وسعت كل شيء، بأن إن لله 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، أنزل منها رحمة واحدة، بأن الله يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إيدي في إيديكم يا شباب، نواجه مشاكلنا ونحل المشاكل اللي بتعترينا، ولا لليأس، وسنحبط الإحباط
ببلسم حب الله، ببلسم الثقة في الله، ببلسم التوكل على الله، ببلسم الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى هنحقق المعادلة ولن نكون أبدا فريسة لليأس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.